مساء الخير عليكم، مرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو وجميع فيديوهاتي ان شاء الله في احسن احوالكم. اليوم انا فقط متحمسه باش نصور لكم هذا الفيديو هذا. بعض الخطرات كيكون الحماس، بعض الخطرات كيكون العجز. قلت مادام كاين الحماس اليوم اجي نهضر لهم على هذا المكمل الغذائي اللي كان تحت الطلب ديالكم. بزاف منكم سولتوني عليه في لي كومونتير، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم بعض المعلومات اليوم عليه. ان شاء الله غادي نهضروا على الانواع ديالو لانه فيه بزاف ديال الانواع، الدور ديالو في زياده الوزن. هذا الشيء هذا هو اللي كيهمكم، الطريقه الصحيحه لاستعماله، الثمن ديالو فين يمكن لكم تلقاوه، شكون هما الناس اللي ممنوع لهم ياخذوا هذا المكمل الغذائي عفوا، واهميته بالخصوص بالنسبه للعيالات. هادشي كله غادي نكتشفوه في فيديو اليوم، فما تمشيو فين، خليكم معايا حتى الاخر. اذا حبايب ديالي غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. كي قلت لكم في مقدمه ديال الفيديو، اليوم غادي نهضر لكم على هذا المكمل الغذائي سميتو سينتيروم. هذا المكمل الغذائي كان نزولا عند طلبكم. قلت لكم بزاف منكم في لي كومونتير طلبتوا مني انني نهضر لكم عليه وعلى دوره في زياده الوزن. دونك غادي نعطيكم واحد الورقه تعريفيه عليه. هو مكمل غذائي، هذه اول حاجه خصنا نتفقوا عليها. هو مكمل غذائي كيحتوي على العديد من الفيتامينات ومن المواد الغذائيه الضروريه للجسم، واللي كيصعب على اننا نلقاوها في الاطعمه اللي كنتناولوها. بحال مثلا نقدروا نلقاو فيه البيتا كاروتين، فيه الفيتامين سي، الفيتامين او، فيه حمض الفوليك، نياسيناميد، الفيتامين بي 6 والفيتامين بي 12، فيه ايضا البيوتين. وبالنسبه للمعادن كنلقاو فيه اليود، الحديد، النحاس، الفوسفور وكذلك الزنك. من اهم الحالات اللي كيتستعمل فيها هذا المكمل الغذائي هو بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم فقدان الشهيه، الناس اللي كيعانيوا من فقدان الشهيه ديالهم مسدوده ما تياكلوش، فهو كيفتح الشهيه. كيساعد كذلك على زياده الوزن بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من النحافه الشديده. كيتوصف للناس اللي عندهم نقص في الفيتامينات في الجسم ديالهم. فكيف قلت لكم الفيتامينات والمعادن ما يمكنش نحصلوا عليها من الاطعمه اللي كنتناولوها، فبعض الاحيان كنضطروا اننا ناخذ بعض المكملات الغذائيه باش تعوض لنا هذا النقص هذا. كيتستعمل ايضا هذا المكمل الغذائي بالنسبه للرجال اللي بغوا يحصلوا هكا على جسم قوي ومثالي، خصوصا لاعبي كمال الاجسام. وكيتوصف في حالات الاصابه بالاجهاد البدني، فهو كيعطي واحد الحيويه وواحد النشاط بالنسبه للناس اللي كيحسوا دائما بالعياء وبالتعب، فهذا الفيتامين او هذا المكمل الغذائي غادي يكون مناسب لهم. وكيتوصف ايضا للنساء اللي كيعانوا من مشاكل في البشره، مشاكل في الشعر، مشاكل كذلك في الاظافر، الناس اللي كيتكسروا لهم الاظافر او لا كيتسقط لهم الشعر ديالهم، او لا البشره ما فيهاش واحد النضاره، ما فيهاش واحد اللمعان، ما فيهاش واحد البريق، فهذا المكمل الغذائي كيكون مناسب جدا لهم. دابا ندوزو الانواع ديال سينتيروم. فيه ثلاثه ديال الانواع، هما ماشي ثلاثه ديال الانواع، كاين انواع كثيره ولكن ثلاثه هما اللي مشهورين ومعروفين بزاف. كاين سينتيروم لوتين، وكاين سينتيروم سيلفر، وكاين سينتيروم عفوا انرجي. الفرق بيناتهم شنو هو؟ صراحه ما كاينش شي فرق اللي هو كبير. غنبدا لكم بعدا نهضر لكم على سينتيروم لوتين و سينتيروم سيلفر. الفرق اللي كاين ما بين هاد الجوج هو ان الاول الابيض العادي كيتخاض بالنسبه للناس اللي قل من 50 سنه، و سيلفر كيتخاض بالنسبه للناس اللي كتر من 50 سنه. علاش؟ لانه الفرق فقط كيكمن في التركيز ديال ماده اللوتين. فالابيض العادي كنلقاو فيه 250، والاخر سيلفر كنلقاو فيه 1000 بالنسبه للتركيز ديال ماده اللوتين. هذا اللوتين هو من بين الفيتامينات المضاده للاكسده، واللي كيحسن عمل الخلايا مع التقدم في السن، كيحمي من امراض الشيخوخه، القلب، كيحسن الذاكره، كذلك كيحمي من مشكل ديال شلل الرعاش. وهذا علاش كيتوصف للناس اللي كتر من 50 سنه، واللي كذلك كيعتمد على النظر، لان كل ما الانسان فات 50 سنه كيبدا النظر ديالو ينقص. فهذا علاش كتكون النسبه ديال التركيز ديال ماده اللوتين كتكون عندهم على اللي هي كتقدر ب1000 كي قلت لكم في سينتيروم سيلفر. هذا هو الفرق الوحيد اللي كاين بيناتهم. وبالنسبه سينتيروم عفوا انرجي كيكون زايد في بعض الانواع ديال واحد جوج ديال المعادن او جوج ديال الفيتامينات اللي كيكونوا زايدين فيه. ولكن اللي كيتخاض بزاف بالنسبه للناس اللي قلت لكم قل من 50 سنه ياخذوا الابيض اللي هو سينتيروم لوتين، والناس اللي فوق من 50 سنه كياخذوا سيلفر. نجو دابا للسؤال المهم، واش هذا المكمل الغذائي كيساعد على زيادة الوزن؟ من بين الخصائص ديالو انه
كيفتح الشهيه، والناس اللي خداوه قالوا بانه كيفتح لهم الشهيه. دونك انا كنوصيكم في الوقت اللي تفتح لكم الشهيه كلوا مزيان، لانه ديك الماكله هي اللي غادي ترتب عليها زياده الوزن. ايضا رجعوا الخصائص ديالو، من بيناتها انه كيساعد على علاج مشكل النحافه الشديده وكيزيد في الوزن. انا بالنسبه لي شخصيا ما مستعملش هذا المكمل الغذائي، ولكن الناس اللي استعملوه قالوا بانه فتح لهم الشهيه، وفعلا لاحظوا زياده في الوزن مع المداومه على الاستعمال ديالو. وانا غادي نشارك معكم الطريقه الصحيحه باش تاخذوه الا بغيتوا تزيدوا في الوزن، وكذلك يحسن لكم من المظهر ديال البشره، الشعر والاظافر. دابا غادي نهضر لكم على اهميه هذا المكمل الغذائي خصوصا للمراه. فهو كيحافظ على سلامه العظام ديالها، لانه كيحتوي على معدن الكالسيوم. كيعزز كرات الدم البيضاء في جسم المراه، كيساعد على زياده قوه جهاز المناعه عندها، كيحافظ على القوه ديال الجسم ديالها، كيساعد على التخلص من السموم اللي كتكون في الجسم ديالها بصفه مستمره، كيدعم النظر، لان كيف قلت لكم هو مهم جدا. هذيك ماده اللوتين هي اصلا واحد الحاجه اللي مسؤوله على النظر، فهو كيحسن النظر عند النساء، عند الناس عامه، ولكن دابا كنهضر لكم على اهميته بالنسبه للعيالات. كذلك كيساعد على فتح الشهيه، هذه ديجا هضرت لكم عليها، وكيزيد في الوزن خصوصا بالنسبه للعيالات اللي كيعانيوا من النحافه الشديده. في واحد الميزه زوينه بزاف بالنسبه للعيالات، هو انه كيحسن من الحاله النفسيه ديالهم. عاده ما كنلقاو العيالات مساكن هما اللي الحاله النفسيه ديالهم كتكون متوتره على عكس الرجال. ايضا فهو صديق المراه من الناحيه الجماليه، كيحافظ على الشعر وعلى البشره وعلى الاظافر، كيهنيكم من المشكل ديال تساقط ديال الشعر كيف قلت لكم وتكسر الاظافر. وفيه جميع العناصر الغذائيه المهمه جدا اللي تساعد على منع ظهور التجاعيد بالنسبه للنساء، وكذلك كيعالج مشكل ديال جفاف البشره. وعلى العموم فكي قلت لكم هذا المكمل الغذائي يعني داكشي اللي قلبت عليه وبحثت عليه كنلقى بانه زوين بزاف بالخصوص للعيالات، وقلت لكم راه كيستعملوه حتى الرجال اللي كيديروا كمال الاجسام. شكون هما الناس اللي ممنوع اليوم يستعملوا هذا المكمل الغذائي؟ بطبيعه الحال ممنوع على الاطفال، فهو مكمل غذائي مخصص للبالغين فقط. ممنوع يستعملوه الناس اللي كيعانوا من مرض السكري. ممنوع كذلك على المدخنين، الناس اللي كيدخنوا ما خصهمش يستعملوا هذا المكمل الغذائي. والحامل والمرضع بطبيعه الحال حتى هما ممنوع لهم يستعملوه. ندوزو دابا الطريقه الصحيحه لاستعمال هذا المكمل الغذائي باش نحصلوا على نتائج زوينه وباش يناسبنا ويعطينا كيف قلت لكم واحد النتائج اللي رائعه ونتائج اللي مرغوب فيها، اللي غادي نبغوا نشوفوها. لان ما كاينش شي واحد كيخسر فلوسه في شي حاجه وما كيبغيش انه ديك الحاجه تعطيه نتيجه، خص ولا بدا تبان لنا نتيجه في شي حاجه اللي كنا غادي نخسروا فيها فلوسنا. دونك بالنسبه لهذا المكمل الغذائي من الافضل على اننا ناخذ حبه واحده في اليوم كافيه البنات، ما نزيدوش على هذه الجرعه هذه، لان كاينين بعض البنات كيزيدوا الجرعه يعني ظنا منهم انه غادي تعطيهم واحد النتيجه اسرع، وهنا غادي ندخلوا في شي حوايج اللي حنا ما باغينهاش. من الاحسن نلتزموا بالجرعه اللي هي حبه واحده في اليوم. من الافضل تكون من بعد الطعام طبيعه الحال. بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن ياخذوها شي ساعه من بعد الماكله، وتكون بنهار ماشي بالليل، لانه هذا النوع هذا من المكملات الغذائيه اللي كيعطي واحد الحيويه واحد النشاط للجسم ما خصناش ناخذوه بالليل، والا غادي تبقاو الليل كله نتوما فايقين ما غاديش تنعسوا. فمن الاحسن ناخذوه في وسط النهار كيف قلت لكم، وتكون حبه واحده بساعه من وراء الاكل. من الافضل ملي تشربوه معاه الماء الكافي، شربوا الماء مزيان. هذيك اللي كتشرب غير جغيمه ديال الماء مورا الفنيد راه ماشي خدمه، خص ولا بدا نشربوا الماء بكميه اللي هي كثيره. تجنبوا في ديك الوقيته اللي نتوما كتاخذوا فيها هذا المكمل الغذائي ولا هذه الحبه هذه في وسط النهار، تجنبوا منتجات الالبان، ما تقربوش لهم. يعني الا كنتو غادي تاخذوه بنهار خلوا منتجات الالبان حتى الليل وشربوهم، اما بنهار ما تقربوش نهائيا المنتجات الالبان، القهوه، اتاي هادشي كامل ما خصكمش تاخذوه مع هذا المكمل الغذائي. واغلب المكملات الغذائيه صراحه ما كتبغيش منتجات الالبان. انا شخصيا كناخذ الملتي فيتامين، كنحاول ما امكن نبعد على منتجات الالبان والقهوه واتاي. الا كنت غادي ناخذ هذاك النهار مثلا تشهيت قهوه ولا شي حاجه ما كناخذش الملتي فيتامين. الا كنتو كتاخذوا شي ادويه خص ولا بدا تسولوا الطبيب ديالكم واش غادي يتلائم مع هذا المكمل الغذائي او لا. المده ديال الاستعمال ديالو من الافضل تاخذوه المده ديال 3 شهور. هو اصلا العلب راه كاين الحجم الصغير اللي فيه 30 حبه،
اللي غيديكم شهر، وكاين الحجم الكبير اللي فيه 120 حبه. هذا هو اللي كنصحكم انكم تاخذوه، الحجم الكبير، باش هكا كتشوفوا النتيجه. بالنسبه للثمن ديال الحجم الكبير كيدير 254 درهم، وما نعرف واش باقي هذا الثمن هو اللي باقي ولا تزاد ولا تنقص، والله اعلم. نتوما سولوا في لي باغا فارماسي، من الاحسن تسولوا في شبه الصيدليات، لان كيكون الثمن شويه رخيص على الصيدليه. وما تكتفيوش بشبه صيدليه وحده، راه كنقولها دائما، راه كيكون الثمن مختلف، ماشي كلهم كيديروا ثمن واحد. سولوا هنا وهنا وهنا، البلاصه اللي لقيتوا فيها الثمن ناقص هي اللي تاخذوا من عندها. حاجه اخرى غادي نقولها لكم، غادي نزيد ناكد على هذه المعلومه، قلتها في الاول ديال الفيديو، غنأكد عليها قبل ما نسد الفيديو. هو البنات اللي قل من 50 سنه عفوا ياخذوا البيض، واللي فوق من 50 سنه هما اللي ياخذوا سيلفر. هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ونكون جاوبت على جميع التساؤلات ديالكم بخصوص هذا المكمل الغذائي، تكونوا هكا استفدتوا معايا. وبيني وبينكم انا شخصيا هاد المعلومات هذه اللي عرفت عليه انا براسي غادي نمشي نقلب عليه وغادي ناخذه، حتى يعجبني بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله علاش لا نعاود نشارك معكم التجربات ديالي معاه. وقبل ما نخرج من هذا الفيديو كنتمنى على انكم تدعموني بلايكات ديالكم، بارطاجي الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعاونوا من الفائده. ما تنساوش كذلك تخلوا لي تعليق زوينه ديالكم، اللي كنكون سعيده جدا كل ما قريتها. وحتى نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى، كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف، بسلام عليكم.